بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم. وأخيرا وليس آخرا، الفيديو المرتقب تجميع للفيديوهات السابقة كلها. المكان بيت أخويا وصاحبي وحبيبي وعشرة العمر المعلم صبري، فحتى قلت له أنا اللي هكسر، ما تجيبش حد يكسر، لأن أنا بيبقى ليا فنيات كده حتى في التكسير. بسم الله ما شاء الله. الشغل التصوير هيبين دلوقتي هيبقى عامل ازاي. ده الترابزين القديم، وكان قرار صائب ان هو يغيره بصراحة. تعمل حاجة اللي انت بتحبها، والحمد لله ربنا وفقنا، وكان الشغل سلس جدا. فوسيد المعلمين يكسر ليه يا جماعة؟ عشان اكنه شغال في بيته. دي الفكرة. طبعا المطرقة كانت صغيرة شوية، كنت عايز مرزبة، بس هنقول ايه بقى، امكانيات. دي المطرقة اللي انا شغال بيها. واحدة واحدة في اليوم ده كسرت الترابزين من غير ما اذي حاجة. حتى المحارة دي كمان هتشوفوا دلوقتي برضو انها بس ما كسرتش فيها قوي دي بقى صراحة، يعني عشان ابقى منصف. يعني الفكرة كلها ان انت بتبقى شغال في حاجة، وعارف ان انت كده بتعمل حاجة لنفسك، ده شيء تاني. طب لما تعمل كده لكل الناس، يبقى انت كده فعلا صنايعي محترم وبتحب شغلك، ومفيش اي مشاكل بتطلع من شغلك بعد كده. دليل كلامي إن الحمد لله وفضل ربنا عمر ما حد رن عليا بعد ما خلصت له شغل وقال لي في حاجة فكت او في حاجة باظت او. الحمد لله بفضل الله ده كله بيبقى من اتقان الشغل والضمير اللي انت ما بتعرفش تموته. طول ما انت ضميرك حي عمرك ما تعرف تموته. عمرك طالما موجود بس الضمير لوحده، يعني الضمير بس بقى موجود انتهى. اللي عنده ضمير ما ينفعش يبقى ما عندوش ضمير. اللي ما عندوش ضمير بقى طول عمره بيبقى واخد على انه ما عندوش ضمير، فدي ما بقاش فيه ما فيهاش اي مشكلة خالص. قصدي كلامي ان يعني حتى مين اللي يشهد بحاجة زي دي؟ صابري نفسه. ويقول لو حد سأله كامل كان بيتغاضى شوية عن ضميره واحنا في الجيش، وهو يشهد. الحمد لله حتى كان بيكلمني، هو كل شوية نقعد نفتكر حاجات سوا أيام الجيش سنة 96 لغاية 98، وأقول له الضمير ما بيتجزأش. دي الفكرة. ده اللي أنا بحب أوصله دايما، إن الضمير ما بيتجزأش. ومراحل الشغل بقى يعني كله كان شافها وعارف آه، قد ايه كانت الحمد لله كويسة يعني. ما جبتش بقى الدرج وهو بيركب، كنتش فاضي صراحة اصور الدرج ولا الارضية. وواضح طبعا ان ده تصوير بالطول يعني. دي القواعد اللي انا كنت برزع فيها برجلي. بسم الله ما شاء الله. بس هي يعني جميلة وجامدة وكل حاجة، بس في حاجات ما كانتش عجباني يعني حتة ان القواعد دي القطعية بتاعتها مش مظبوطة قوي. يعني هي جميلة وكل حاجة، بس النظرة الثاقبة بتاعت مثلا صنايعي ولا حاجة شدت خيط من بره. طيب ليه المربع مش مقطوع كويس؟ إهمال من الآخرين. هنا اللي كنت بدأت أركب في العمدان، الأستاذ محمد طبعا ابن الباشمهندس صبري كان معايا. هنا الخيط اللي بره أهو. القواعد بعد كده أنا صورتها وهي خلصانة،
ومراحل الشغل طبعا انا ايه، يعني لم ادخر جهدا في ان انا اصورها كل شويه. بس هنا بقى ايه، كان تحدي جميل قوي ان انت تحاول تخلي المنظر يعجبك انت شخصيا. احنا شايفين اهو دلوقتي العمدان واقفه، والقواعد هي اللي ملزوقه، والعمود التاني لسه مركبش. كان في طريقه كده بركب بيها، حتى ايه، صبري اخد باله وفهم انا بركب ازاي. بصراحة الشغل غير من هو منظر، بفضل ربنا، يعني بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. متين جدا، يعني متين لدرجة رهيبة. انا كنت الاول بعترض على موضوع السيخ الحديد ده، بس اقتنعت بيه وعملته. هي الفكرة مش ان انت تركب وخلاص، انت عايز حاجة تعيش العمر. فعلا العمود برزع عليه بايدي وبضربه بجد، سليم يعني ثابت. ما شاء الله. التفصيلة بقى اللي كان نفسي كل اخواتي يعني اصحابي وزمايلي يتفرجوا عليها، لانها وانا بشتري العمدان دي اقترح عليا صنايعي في مخرطة اللي بيخرط العمدان دي ان اعملها. هي الفكرة جميلة، بس قلت لنفسي انا ما عملتهاش قبل كده، اللي هي دي. اه هتوصل بقى كده اهو. اللي انا بعمله ده الفريز اللي بعمله في العمدان دي، عشان مش هتبقى الجلسة كده. شوف لو الجلسة كده هتبقى 90 سنتي بس، مش هتبقى ايه، مش الترابزين مش هيبقى عالي. فانا كنت عايز الترابزين يعلى شوية كمان. هو كده 90 وكويس، لكن انا عملته تقريبا 200 و 100 وحاجة، 102 او 103 مش فاكر. المهم ان ايه بقى اعلى، وبقيت اللي انا عايز انفذه نفذته. هنا بقى في لقطة برضو حلوة، ان في اوقات الواحد ما بيقدرش النعمة اللي في ايده. يعني اهو، انا بقول اهو ان انا نعمة يعني. لا دي خالتي اللي اسمها نعمة، بس ماشي انا نعمة برضه اهو. عامل نفسه بيضحك، اه واخد بالك. وهيجي بقى يقول لك ايه، مش عارف الفيديو ده اتصور ولا لا. والله كنت عايز اجيب الفيديو وهو بيحاسبن عليا، يقول لي حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ليه يا عم الحاج؟ ليه يا عم المعلم صبري؟ يا عم الحاج في ايه مالك؟ يقول لي يا عم انت بالك طويل قوي، انت ايه يا عم مالك يا عم؟ خلص، عايزين عايزين اكروت في شغله. حد متخيل كده؟ يا عم عايز اروح اشتغل يا عم وانا ماسكك. المهم الحمد لله ان انا ما صورتهاش، هو بيحاسبن عليا. وهنا قلت له المحاره دي بايظه لازم تتكسر، اتكسرت وتحط سلك. وبعد كده بيقول لي سيراميك، ووراني اللون اللي هو عايزه. قلت له اه خلاص ماشي، واقترحت عليه لون وعجبه اللون اللي هو ان شاء الله هيركب وبرضه متصور. هنا بقى دي اللقطه اللي انا كنت بتكلم فيها. يبقى العمود كده مش ده اخره، ومش هقطع، مش هركب جلسة وخلاص، لا. ده انا هعمل شريطين يمين وشمال راكبين على العمود من اليمين والشمال، وبعدين املاهم مونة. لا مش هملاهم مونة. وبعدين الزقهم بكل بين الفراغات، بين كل عمود عمود فيه فراغ، لازم ده يتسد رخام، وبعد كده يتملي مونة. ده كله انا ايه، موضحه في الفيديو. يعني انت هنا مش بتقطع في العمود، مش بتقصره، لا ده شغال عليه. وشريط يمين وشمال 10 سنتي، هيخلي المنظر خرافي. غير كده متانة، ده اللي انا بتكلم فيه. ده مكان الافريز، ده الافريز اللي هو ايه، هيتحط عليه شريط يمين وشمال 10 سنتي. طيب الكلام ده كله مش فكرتي، يعني دي مش فكرتي، ما كانتش فكرتي، شفتها قبل كده معمولة. بس ما كان مش يعني، كان بيبقى البرامج اللي معايا سلالم مش سلالم. اه لسه الفيديو سبحان الله، بيقول لي حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اه حسبي ماشي، حسبي الله ونعم الوكيل عشان عندي ضمير. ماشي انت واخد بالك يا محمد وانت بتصور ابوك؟ ماشي. بيقول لي حسبي الله ونعم الوكيل فيك عشان ايه؟ عشان شغال، عشان مش عايز اكروت. كل شويه يقول لي ما انا لو عارف انك هتكروت كنت قلت ماشي. اهو ده اللي انا قلت عليه.
الشريط اهو اللي انا قلت ان انا هركبه ده كله، الحمد لله برضو ايه متظبط ومتقفل، والتصوير الاخراني برضو ايه بيظهر الشغل وصل لفين. العمدان نفسها بتلمع، فاكرين لما كنت ده اللي متابع يعني وانا بركب. طبعا العمود ده كان المفروض هو اول حاجه تركب، بس لظروف ما ينفعش نقولها، اخر حاجه ركبت العمود اللي هو البادي. صبري عارف ليه. مش هقول بقى. المهم الشريط ده اللي انا قلت عليه، وده الرخام اللي بين العمدان وبعضها، وده برضو بعد كده ايه اخد مونة، بس برضو ما صورتش موضوع المونة ده اهو. ده كله اتملى مونة، وفي حتت برضو حط فيها سياخ حديد تسليح، الحتة الأولانية بتاعت العمود، والعمود نفسه الكبير اللي واقف ده اللي هو البادي، خرمت فيه خرمين، دخلت السيخ فيه بتاع 7 سنت. هنا بقى زي ما حضراتكم شايفين ايه بقى، ما حدش يسألني التربة اللي قدام دي ايه، بس برضو عارف انك هتسألوني، فطبعا من غير ما تسألوني. ديت يعني ايه زي حماية كده لأي عربية تعدي ولا حاجة ما تخبطش في ايه، في الرخام يعني. صبري عملها خرسانة وقال لي جلدها، رحت مجلدها. هنا بقى دي الايه، ده الترابزين، ودي القعدة، شمعت القعدة طبعا، وشمعت البسطون بتاع الكويستا من فوق. ده الشكل النهائي، حتى في حتة وزرة كده في اليمين اللي هي تحت دي كده، لسه هتبقى تركب بقى ان شاء الله. ادي اللي انا بتكلم فيه بقى. الكويستا بقى شكلها يعني بسم الله ما شاء الله. الترابزين نفسه بقى مدخل شكله جميل الحمد لله، بصور من بره ومن جوه. الحمد لله برضو ايه الخيط، شدة الخيط يعني بجد بتعمل فرق. هنا زي ما حضراتكم شايفين بقى اهو، يعني انا هنا يعني اللمعة باينة. الجرانيت اسود اسواني مصري. البادي زي ما حضراتكم شايفين اهو، اللي انا كنت مصنفر كل العمدان التانية. يعني سبحان الله، يعني العمدان دي كل عمود في دول اخد 5 سنافر عشان يلمع بالشكل ده، متقفل تمام. والسيراميك اللي ركب ده برضو الله يسهله بقى، صنايعي اللي جه ركب، بس هي البلاطة كانت من اختياري، والحمد لله انا شايف ان الاختيار كان موفق جدا. ده الشكل النهائي، والمفروض كنت اجيب بقى الشكل الاولاني واقول بس بحبش ابكي على اللبن المسكوب يعني. خلاص بقى اللي عدى عدى، احنا كسرنا القديم، مش هنقعد نقارن بقى، ما خلاص ما احنا غيرنا ليه. والمصطبة دي او المتاريس دي هي، انا قطعت الرخام على ايدي وركبته، فالحمد لله يعني. والله شكلها حلو يعني، حتى بعد ما اتجلدت بقى شكلها كويس. الشكل بصفة يعني الشغل بصفة عامة كان شكله راقي الحمد لله، ويكفي ان هو عاجبنا كلنا الحمد لله، يعني انا وصاحب البيت صاحبي واخويا، والدنيا حلوه. والحمد لله برضو وفرنا حاجات ياما يعني. بسم الله ما شاء الله. حاجة ارجو انها تعجب كل اللي يتفرج، وهي اذواق في الاول وفي الاخر. ودي صور بقى ان انا ايه قلت اصور بقى. دمتم في امان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.